السلام عليكم. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله عباره عن كيكه بالكريمه والبنان. للمقادير ديال الكيكه غنحتاجو 2 بيضات، كاس لاروب ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، وكاس ديال اتاي ديال السنيده. الزيت والحليب عبرناهم بكاس ديال العنبه، والسكر كنعبروه بكاس صغير ديال اتاي. عندنا باكيه ديال البسكوي اللي فيها 15 قطعه، 2 خمارات ديال الحلوى، وصاشي ديال الفاني. بالنسبه للكريم عندنا كاس كبير ديال حليب سائل، كنديروا معاه 2 معالق كبار ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال الغبره ديال كريم باتيسير. كنزيدوا عليه واحد الدانون ديال البنان في الاخر، والتزيين عندنا دوائر ديال البنان. اول حاجه غندهنوا هذا المول ديال لاطاط اللي كيكون خاص باللاطاط، كيكون شويه محفر هكا من التحت، شويه طالع هكا من الوسط. كندهنوه بالزبده وكنرشوه بشويه ديال الطحين. كنخلطوا البيض مع السنيده مع الزيت والحليب والفاني. كنزيدوا عليهم البسكوي، كنهرسوه وكنزيدوه. هاد الكيكه راه ما فيهاش الدقيق، فيها البسكوي، وكنزيدوا الخميره في الاخر. بعد ما خلطنا في الخلاط الكهربائي كنديروا الحليب والسكر والبيض والزيت، كنهرسوا داك البسكوي كنلوحوه، كنخلطو مزيان حتى كيتطحن لينا الخليط مزيان. كنزيدوا عليه 2 خمارات ديال الحلوى وكنخوه في المول. كندخلوه للفران 180 درجه حتى كطيب لينا الكيكه وكتحمر. كنقلبوها في الطبسيل، كندوزو باش نصايبوا الكريمه. العجين ديالنا بعد ما خلطناه كنديروه في المول وكندخلوه للفران مسخن من قبل، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله ديال الكيكه ديال اليوم. الشكل النهائي بالنسبه للطرطه ديال اليوم، كنديروا الكريمه في الوسط، كنزوقوا بالبنان وكنحكوا عليها شويه ديال الشكلاط. كنديروها تبرد مزيان في الثلاجه. وبصحه وراحه.